يروى أن رجلا من أهل الشام رأى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام راكبا فجعل يلعنه، والإمام الحسن لا يرد عليه. ويلك أيها الشامي، أتعرف من يكون هذا الرجل الذي تلعنه؟ نعم أعرفه، إنه الحسن بن علي. يا للعجب، وكيف تلعن إماما معصوما مفترض الطاعة؟ إني أبغضه وأبغض أباه. والتفت الإمام الحسن عليه السلام إلى الشامي ضاحكا ثم قال له: أظنك غريبا ولعلك شبهت. أنا شامي، ولكني أعلم أنك الحسن بن علي ولم أشبه. لو استعتبتنا أعتبناك، ولو سألتنا أعطيناك. ما جئت سائلا ولا معاتبا. لو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك. وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك. لم أكن كذلك. إن كنت طريدا أهويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. لم أكن طريدا ولا محتاجا. إذن فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. سبحان الله، لم أر خلقا جميلا كهذا. ألعنك وترأف بي، تبا لي ولسوء خلقي. عذرا يا مولاي، أرجوك اقبل عذري واصبع عني. أيها الشامي، لا تبكي، فأنت ضيفنا، وأني قد صفحت عنك. أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الحمد لله. لقد كنت أيها الإمام أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي.